فوايد كتيرة قوي حصلت من ساعة ما زيزو ساب الزمالك وراح للأهلي، وهو إنه عمل حاجة الزمالك ما كانش هيقدر يعملها، وهو إنه فضل الأهلي من أهم لعيبته المؤثرة بجد مع الفريق. بعد انتقال زيزو للأهلي، أكرم توفيق قال لهم أنا عاوز نص زيزو حتى عشان أجدد، وسابهم وخلع على قطر. بعدها رامي ربيعة قال لهم أنا عاوز زي أبوه عشان أجدد، وسابهم برضه خلع على الإمارات. وسام أبو علي بقى قال لهم أنا عاوز أكتر من زيزو واكون اكبر عقد في الفريق، وسابهم وخلع على امريكا. مش بس كده، ده ديانج الغلبان كانوا ضاحكين عليه في الاهلي وبيدوله 800 الف دولار بس في الموسم، رغم انه من اهم لعيبه الاهلي في نص الملعب في افريقيا. ديانج عرف ان زيزو بياخد 160 مليون في الموسم، يعني اكتر من 2 مليون دولار. قال لهم انا عاوز زي زيزو عشان اجدد، وسابهم وهيخلع وهيروح فالنسيا. نيجي بقى لاحمد عبد القادر، كانوا ضاحكين عليه بعقد 7 مليون، يعني ما يجيش تكاليف حضانه ايلا بنت زيزو. قال لهم انا عاوز اخد ربع اللي بياخده ابو زيزو، وسابهم وخلع هو كمان وهيرجع الزمالك. عاوز اقول لكم ان الاهلي دلوقتي بيتفاوض مع محمد عبد المنعم عشان يرجع، وقال لهم هو كمان انا عاوز زي زيزو. الاهلي بصفقه زيزو قدم خدمه تاريخيه للزمالك، ووقع فريقه ورحل عنه اللعيبه الرجاله اللي كانت شايلاهم، وجه مكانهم لعيبه معلمين بتاعه لقطه. وفي نفس الوقت ساعد الزمالك بالفلوس اللي كان هياخدها زيزو انه يقوي نفسه ويجيب لعيبه زي بزيره والدباغ وادم كايد، ويعملوا مليون لاعب من نوعيه زيزو. بجد شكرا للاهلي.